الإعلام الفرنسي والتونسي يفجرها النجاح تطور المغرب. سمعوا الخوت الإعلام الفرنسي والتونسي. L'organisation était fantastique. Mine de rien, bravo aux Marocains, Cannes. bravo au Maroc, parce qu'on n'a jamais entendu autant parler d'une Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à eux, ça a été un carton absolu. Et bravo, rien que pour ça, je veux dire, toutes les autres nations du football et du football africain notamment peuvent dire merci au Maroc parce que la CAN, il y aura un avant et un après la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ça c'est clair. Ils auront la Coupe du Bravo à eux. Monde 2030, Cyril. Ah non, en mais... 2030, elle sera notamment au Maroc et ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'organiser. Hein. Les stades sont magnifiques, les infrastructures. Non, mais au-delà de ça, jamais personne n'en a autant parlé. فما هجوم كبير على المنتخب المغربي. انا اليوم شنو هو المشكل اللي يخلي عربي يفرح لهزيمه عرب؟ احنا كتوانسه شنو اللي دخلنا في هذا؟ تو احنا رياضيين فاشلين، كرويين فاشلين، بنيه تحتيه ما عندنا حد شيء. احنا بالنسبه لي بعض الناس اللي احتفلت بفوز المنتخب السنغالي وحرار باش لخصت هالحكايه؟ كيما واحد زوج صحاب، واحد حاسد واحد، لانه المغرب طارت بينا رياضيين وبنيه تحتيه واللي تحب انت طارت مشيت بالي اخرى. احنا مازلنا بعاد برشا. تما احنا وقت نوصلوا نحكيو ونشمتوا في العباد على الاقل نخلطوا النيفو نتاعهم، نيفو على الاقل نتاع البنيه التحتيه نتاعها. ايش تحب انت؟ مش تحكي لي على كاف وكواليس وكذا، هذيك ارقام الكره، هذيك كواليس الكره، وهذيك افريقيا وصارت في جنوب افريقيا. تونس عام 96 شنو وين وصلت تونس عام 96؟ ما عملتش فينال وتنحت لها البطوله افريقيا، نحتها جنوب افريقيا خاطر في بلادها اي وصارت الكواليس في كل بلدان افريقيا. في مصر اكبر كواليس تصير في مصر، اكبر كواليس نتاع كوب دافريك، وسواء كانت الانديه او المنتخبات. 2006 هذيك قاعده التاريخ تاع مع كوت ديفوار، ظلمت الكوت ديفوار وغيرها. اليوم نجي نلوم على المغرب على لعبه الكواليس ولا ما نعرفش انا شنو، ما ريتش لعبه كواليس. فما كرة لعبت في التيران. المنتخب المغربي بالنسبه لي قدم مباراه كما قال طارق، لو تسجل ضربه جزاء رانا نحكيو على حاجه اخرى ورانا نتكلموا على موضوع اخر. تحبوا ولا ما حكيناش على المنتخب السنغالي؟ لو تحسب الهدف الاول نتاع المنتخب السنغالي هذيك الصلاح هذيك وجهك، لانه هذاك امر تحكيمي ونجم يقول لك الاربيتر انا زفرت قبل ما الكره تدخل الشبكه، ما عادش يرجع الفار. اي ما عادش نجم نرجع قانونيا، ما عادش فما القانون انا يعني لازم مختص تحكيمي بايرم باش نعطي للناس وجهه نظر صحيحه. لكن تحب ولا تكره المغرب قدمت دوره محترمه، رياضيين، تنظيم.